بص يا صاحبي، في 2025 مصر عملت اتفاقية مع حاجة اسمها اليورو جاست، وديت زي النيابة العامة بتاعة أوروبا. يعني لو في قضية فيها مجرمين من كذا بلد، اليورو جاست دي هي اللي بتساعد النيابات إنها تشتغل مع بعضها. الاتفاقية ديت مش معناها إن ألمانيا لازم تسلم أي حد لمصر، لا طبعا. ألمانيا عندها قوانين، ممكن طبعا تقول لا لو الشخص ده واخد لجوء، أو لو شايفة الشخص ده هيتعرض لتعذيب أو للقتل. بس الاتفاق ده بيخلي الدنيا اسرع واسهل. يعني لو احنا افترضنا وعلى سبيل المثال ان في شخص نصاب مصري هرب لالمانيا، النيابه في المانيا تقدر تشتغل مع النيابه في مصر ويحققوا مع بعض، وكمان ممكن يتحاكم هناك لو القانون يسمح. وبرضه العكس، لو في نصاب الماني عمل نفس الموضوع دوت ونصب في المانيا وراح على مصر، ممكن يحصل نفس الاتفاق ويحاكموه، وممكن يتسجن في مصر او يسلم لو القانون ده يسمح. الاول كان اي مشكله بتحصل او نصب الكتروني او اي حاجه كان الموضوع بياخد شهور، ودي بتكون ثغره لاي شخص عايز ينصب ويحول فلوس من مصر لالمانيا او من المانيا لمصر. لكن دلوقتي الموضوع ما بقاش بياخد ايام حتى. وبس كده، سلام.